لا لهنا أنا وكافي. اليوم راح أسولف على أكثر شغلة مزعجة بأجواء الزيارة. البداية سوينا لايك ومتابعة وأكسبلور للحساب، وإذا قدرت تضيف لنا تعليق بخصوص الموضوع اللي راح أطرحه. أول ما تخلص أجواء الزيارة بكربلاء وتبدي السيارات العبرية تدخل للمحافظة، كل السواق يقبطوها حدود، أغلبهم مهران وشلامشة وباقي المناطق الحدودية. تريد لك سيارة واحدة بغداد أو باقي المحافظات ماكو. شنو معناها؟ أريد بس تعليق واحد يشرح لي الموضوع، مع احترامات الباقي السواق المحترمين، لأن الموضوع باستغلال وتقفيص. لو شنو الموضوع؟ طبعا هذا الموضوع كل سنة يصير وأبد ماكو رقابة من الدولة. المفروض يخلون رقم محدود للسيارات يقبطن مهران وباقي الحدود، او يسوون استيكرات ويلزقون على الجامة مال السيارة حتى يحصرون السواق وما حد يقدر يتلاعب بالوجه. والله العظيم هذا الشيء كلش مزعج، وكل سنة نفس الموضوع يتكرر. العام تقريبا مشيت بال60 كيلو، يلا لقيت سيارات بغداد، وهاي السنة تقريبا مشيت بال15 كيلو، واخر شيء صعدت هاي الستوتو وذبتني مسدة الهندية، وهم ما لقيت سيارات اللي اريدها. صعد السيارات على وقلت منك اسلك. بالمناسبة لا حد يدوخ بالطريق ما راجع، اكل ومشاريب خير من الله بحيث ما حد يرجع جوعان، والحلو بعد اكثر حتى فواكه موجودة، واهم شيء الرقي. وهسه احنا وصلنا